يوم 18 أكتوبر 73 وبعد تداعيات الثغرة، المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية استدعى العقيد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال لمركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة، وكلفه بالتحرك فورا للإسماعيلية واختراق مواقع العدو وتدمير المعبر أو الكوبري اللي عملوه في الدفرسوار. وبالفعل العقيد البطل وصل الساعة 4 صباحا للإسماعيلية، وهناك فوجئ بالفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان بيطلبوا للحضور، وكلفوا بمهمة غيرها الساعة 7:15 صباحا. والحقيقة زي ما علاقة الفريق الشاذلي بالمشير أحمد إسماعيل ما كانتش طيبة من زمان، برضه علاقته ما كانتش طيبة مع إبراهيم الرفاعي. والسر إن الشاذلي لما كان قائد الصاعقة والمظلات أيام عبد الناصر اعترض على تشكيل المجموعة 39 قتال كوحدة تابعة للمخابرات الحربية بقيادة الفريق محمد صادق، ورفض توسع المجموعة وانضمام عناصر من الصاعقة ليها وتنفيذ مهام خلف خطوط العدو خوفا من إحراق قواته. وده بشهادة سامح الرفاعي ابن إبراهيم الرفاعي اللي قال الشاذلي كان بيحارب أبويا من زمان. المهم إبراهيم الرفاعي شرح للشاذلي إنه مكلف من المشير أحمد إسماعيل بنسف الكوبري، لكن رئيس الأركان رد إنه المسؤول الوحيد عن المعركة بأمر الرئيس، وقال له إن المعبر مش مهم والمطلوب القتال في الثغرة ووقف تقدم العدو على طريق الإسماعيلية القاهرة، وكلفه بالتحرك لطريق المعاهدة والسيطرة على تقاطع سرابيوم. إبراهيم الرفاعي رد بإن التقاطع وقع في إيد العدو بالفعل وشمال الطريق تحت سيطرتهم، وكمان المجموعة 60 فرد بس وبتتحرك بعربيات جيب، والمهمة دي مش مناسبة لإمكانياتهم التسليحية. واللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني أيد كلامه، لكن الفريق الشاذلي احتد وقال له انت خايف من العدو ولا ايه يا رفاعي؟ مطلوب تضحيات ومطلوب العمل بأي ثمن، وأنا اديت أوامر بإعدام أي شخص يتردد في تنفيذ العمليات. وبعد الاجتماع خرج الرفاعي للمجموعة وقال لهم الشاذلي عاوز يموتنا بس احنا هنموت بكرامة. والجملة دي أكدها واحد من أفراد مجموعته واللواء محي نوح، وده لأن المهمة مستحيلة، والسبب الأساسي إن المجموعة لا يمكن تشتغل كقوة لصد العدو والتمسك بالأرض، لكنها قوة إغارة مهمتها كر وفر وتعطيل قوات وزرع عبوات وهكذا. وحتى لما طلب طريق بديل لتحرك القوات عشان فيه كمين في المنطقة، الفريق الشاذلي رفض بإصرار، واتحركت المجموعة باتجاه سرابيوم وواجهت نيران كثيفة. ووقتها كان العدو بيهاجم قاعدة لصواريخ الدفاع الجوي المصرية بعدد ضخم من الدبابات. والرفاعي قسم مجموعته في محاولة للدفاع عن الموقع ضد هجوم الدبابات، رغم ان تسليحهم ما يقدرش يواجهوا بالأساس، ومن شدة الضربات طلب دعم من المدفعية والطيران، لكن الاستجابة اتأخرت. والساعة 11:50 قرر الاشتباك بنفسه، واعتلى تب بمدفعه وقاتل لغاية ما أصيب بدانة مباشرة في قلبه، فاستشهد وخسرت مصر أعظم رجال الصاعقة. ولحد النهاردة أسرة العقيد إبراهيم الرفاعي بتتهم الفريق الشاذلي بالتسبب في موته. وبنته لما ظهرت في برنامج تلفزيوني وصورة الشاذلي كانت متعلقة على الحيطة في الاستوديو، رفضت تكمل الحلقة إلا لما الصورة تتشال.